لما بدأنا سكتشات بسيطة برسم شكل مربع بس، الناس كلها تفاعلت معانا وكان في عدد كبير جدا بيبعت لنا الشغل بتاعه. ودي حاجة طبعا مبهرة جدا وحاجة جميلة، وفضلنا مكملين في المربعات. أول ما دخلنا على الشكل البيضاوي والدائري والأشكال التانية بدأ الموضوع يقل وبدأت الناس إيديها تتقل في الموضوع ده. ليه؟ لأن رسم البيضاوي أو رسم اللي بيبقى فيه منحنيات زي الدايرة والبيضاوي والمنحنيات اللي زي دي بيبقى أصعب سنة من الأشكال اللي هي المربعة أو اللي فيها خطوط مستقيمة، بتبقى سهلة ومعروف أولها وآخرها. في الحالة دي أنا أنصحك بايه؟ ان انت دايما قدامك اي ورقه واي قلم وتبتدي ان انت ترسم اي دواير وتحاول ان انت تظبطها. ده تمرين انا كنت دايما انا بعمله، حتى بنصح اصحابي القريبين مني لو حد مثلا عنده مشكله في رسم حاجه معينه فيها منحنيات وما بيعرفش يسيطر على الخطوط بحيث انها تبقى منحنياتها مظبوطه، فبنصحه اعمل شكل تمويجه كده مثلا، وبحيث انها ما تكونش مكسره، ما تكونش زوايا حاده كده، لا تبقى ايه، تبقى يعني كده زي موج كده. طبعا مش هتطلع مظبوطه فما تزعلش عادي. احنا ليه بنرسم دايما بقلم جاف؟ هل ده اداه من ادوات الرسم؟ لا، احنا هدفنا مش اننا نجمع ادوات الرسم او نوصل لاحسن ادوات في العالم. احنا هدفنا ان انت تبقى قاعد في اي مكان اكيد هيبقى قدامك اقلام، اكترها اقلام جاف، مش هتبقى اقلام رصاص او اقلام متخصصه في الرسم. احنا مش عايزين نوصل لدي، احنا عاوزين انت قاعد في اي مكان شد ورقه وقلم وابتدي ان انت تشتغل. علشان كده احنا عاوزين نكتسب مهاره تخلينا بعدين مبسوطين، او على الاقل تخفف من علينا ضغوط الحياه. فمش ناقصه كمان يبقى لها ترتيبات وتجهيزات ومصاريف وحاجات. تعال نشتغل كده على تمرين النهارده وهنعمل الوشوش كلها دائري. يلا علشان تضطر بقى ان انت ايه تمشي ايدك في الدائري. طيب هنرسم برضو علامة الزائد اللي احنا اتكلمنا دايما فيها، هي دي يعني دايما بكررها لان دي اساس المواضيع كلها. انت بتحط العينين فين والحاجات دي. فهرسم بس ايه العينين، هعملها واسعة شوية. ليه هعملها واسعة؟ لان تمرين النهاردة او التسالي بتاعت النهارده، بلاش نقول كلمة تمرين او الكلام الكبير ده. إيه، وادي المناخير في النص، وادي البق مبتسمة عادي، وادي الودان، ده علامة الزائد. او خلينا بقى ايه يعني نمشي على التمرين اللي كنا قلناه في الاول، الخط اللي بالعرض ده ننزله لتحت ونعمل عليه العينين بحيث الراجل ده يبقى قورته اكبر من القوره دي، يعني يبقى في اختلاف في الشخصيات. وادي المناخير ومبتسم برضو، وادي الودان في نفس محاذاه الايه العينين، ما تسيبهاش ويعني ما نرسمش الودان بقى فوق الخط اللي فوق ده، خلاص مش معانا. تمام. طيب وكذلك برضو في حاجه ناقصه انها تبقى جوه العين، نن العين او بؤبؤ العين، مش عارف، تقريبا في ناس يعني ما يعرفوش كلمه نني. انت شرط في رسم العين رسم العين اليمين يبقى عكس العين الشمال، الاتنين ما يبقوش في نفس الاتجاه. يعني انا لو رسمت عين اتجاهها كده، العين التانية تبقى اتجاهها العكس، يعني العين دي مرفوعة لفوق الناحية دي، العين دي مرفوعة الناحية التانية، لكن الاتنين ما يبقوش ايه في نفس الاتجاه زي كده. لو بصيت في المراية هتلاقي عينك رايحة بسحبة الناحية دي والعين التانية رايحة بسحبة الناحية التانية. تمام. النني في النص، فالنني العين بيتحرك مع بعضه. فهنجرب نعمل الراجل ده باصص للجنب كده بنن عينه بس، يعني الوش باصص لنا، الوش نفسه باصص لنا، بس نن العين متجه الناحيه دي كانه عاوز يبص على حاجه بس مش عايز يبين ان هو بيبص مثلا يعني. تمام. الراجل ده ممكن نخلي نن عينه لتحت، الراجل ده نن عينه لفوق كده بالجنب كانه مثلا بيفكر في حاجه. يعني اضافات بسيطه كده بنضيفها على الشخصيات بتاعتنا يعني بتفرق معانا جدا في الفكره. انا كل ده لسه ما رسمتش الحواجب. ها، ممكن الراجل ده نعمله نعمل بقى ايه، مش العينين متحركين مع بعض، لا نعمل له عينين قريبين من بعض. مثلا الراجل ده مثلا باصص العينين لفوق، الاتنين زي بعض بس الاتنين لفوق. تعالى بقى للحواجب علشان تخدم على الحاجات دي. تمام. لو الراجل ده انا عملت له الحواجب باصص بتكشيره كده، يبقى بيفكر مثلا في فكره شريره او بيعمل مقلب شرير في حاجه فمستني يضحك عليه او كلام من ده يعني، او بيفكر في فكره خبيثه. الراجل ده لو انا عملت له دي الحواجب مثلا زي 8 كده، كانه مثلا سرحان في حاجه او بيفكر في حاجه او حزين، بس طبعا حزين مع الابتسامه دي مش منطقيه قوي. تمام. بس هتلاقي لها فكره، يعني هتلاقي في فكره بتتطلب ان هو مبتسم بس ابتسامه حزينه وهكذا، والكلام ده كتير يعني. الراجل اللي بيفكر ده انا ممكن اعمل حاجب نازل تحت كده والحاجب التاني مرفوع بحيث ان هو ايه بيفكر. ممكن نرسم له لمبه كده جنب دماغه. والراجل اللي عينيه قريبه من بعض ممكن نعمله ايه،
الحواجب بتاعته مرفوعه كده بحيث ان هو مندهش من حاجه لدرجه ان هي توالته مثلا. وبرده البق المبتسم ده برده ايه هادي قوي مع الفكره، فممكن لا نخلي بقى البق ايه مفتوح كده بحيث ان هو يعني ايه مندهش من حاجه، نعمل له علامه تعجب جنب دماغه. واللي بيبص فوق ده مثلا بيبص فوق على حاجه او ان هو بيتخيل حاجه، فممكن مثلا ايه نرفع له حواجب كده. الحواجب كده خرجت بره الوش عادي في الكاريكاتير عادي او في الكرتون كتير قوي هتلاقيها، ودي متقبله جدا بحيث ان احنا نبين المبالغه في البص مثلا اللي فوق. ممكن بقى نعمل له ايه بابل كده فوق او اللي هي بتاع اللي فوق دي، وبنرسم فيها الحاجه اللي هو بيتخيلها. طيب انا عاوزك تعمل ايه في اي ورقه قدامك، اي ورقه قديمه هتجيب الوشوش. طبعا وشوش كتير بقى مش لازم بقى يعني انا مثلا عامل 5 تقوم انت عامل 5 بالظبط وتعمل زيهم بالظبط. حاول ان انت بقى تخترع، حاول ان انت بقى ايه تغير اماكن من العين، تحاول تخلي واحد بيبص مثلا هنا بفكره شريره فمكشر، لا اعمله بقى واحد تاني بس يكون ايه. تعال استنى، هو بيبص برضو للجنب وكل حاجه ومبتسم والكلام ده كله، بس نعمله عينيه طيبه شويه، الحاجب بتاعه يبقى ايه زي 8 كده، ما يبقاش نازل عليه كده اللي هو من مكشر. تمام. ممكن تعمل الراجل ده مثلا نغير له بقه نخليه حزين كده، يعني تغييرات في الوشوش، تغييرات بسيطه جدا بس هتفرق جدا. وطول ما انت بقى شغال عمال تكتشف وهتكتشف حاجات اكتر من اللي احنا بنقولها، احنا بس بنفتح افكار. وبالنسبه للناس اللي اشتغلوا مع الكورس النتائج اللي طلعوا بيها مبهره جدا في وقت قصير جدا جدا جدا. فبحماسكم في الشغل ده والله بتحمسونا ان احنا نعمل سكتشات اكتر ونعمل شغل اكتر الفتره الجايه ان شاء الله. وزي ما قلت لك قبل كده استمتع بالرسم كهوايه.